بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي الاهلاويه في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين. عايز اقول لك النهارده حاجه مهمه جدا جدا، عايزك تركز فيها وتخلي بالك. عرض احتراف لامام عاشور يتعدى ال 250 مليون جنيه. ايه الحكايه وايه الروايه؟ الحكايه ان من ساعه ما امام عاشور جه النادي الاهلي وهو عامل حرقان جامد جامد جدا جدا، وعشان كده إدارة الزمالك وبعض محبين نادي الزمالك خصوصا ممدوح عباس بيحاول إنه يرجع تاني نادي الزمالك ويرجع شعبيته عن طريق بعض الصفقات من العيار الثقيل زي إمام عاشور ورمضان صبحي. الحكاية وما فيها يا سيدي إن الخطة بدأت بمحاولة الإيقاع ما بين جماهير النادي الأهلي وإمام عاشور. قال لك إمام عاشور بيتفرج على مباراة الزمالك، إمام عاشور بيحتفل بفوز نادي الزمالك، لكن كل الكلام ده كذب ومفيش منه أي فايدة. إحنا اللي فاهمين الكلام ده، إحنا ملوك المجال يا عم، خلي بالك. الحكاية وما فيها إن هم عايزين يطلعوا إمام عاشور لأحد الأندية السعودية فترة 6 شهور أو سنة ويرجع تاني لنادي الزمالك. أول حاجة هيعملها يوقع ما بين إمام عاشور وجماهير نادي الأهلي، عشان لما يطلع إمام عاشور أو يجيله عرض جماهير النادي الأهلي ما تعترضش على العرض وتوافق عليه وتقول أحسن إنه خرج. لكن خلي بالك هم اصطدموا بحاجتين. هم فعلا جابوا عرض لإمام عاشور من أحد الأندية السعودية ب 250 مليون جنيه، لكن هم اصطدموا ان النادي الاهلي كان فاهم وفطين للعبه وطلب في امام عاشور 12 مليون دولار، ومارسيل كولر قال لا تفريط في امام عاشور. عنده 4 لعيبه هم العمود الفقري للفريق، مش ممكن يطلع واحد منهم. مصطفى شوبير واحمد عبد المنعم ومروان عطيه وامام عاشور. خلي بالك هم اصطدموا بان الاهلي طلب 12 مليون دولار، واصطدموا بحاجه تانية هم ما كانوش عاملين حسابهم ابدا ليها، ان معالي المستشار تركي آل شيخ اصدر فرمان لجميع الانديه السعوديه بلا استثناء. ممنوع اي نادي يتفاوض مع اي لاعب من النادي الاهلي الا في حاله واحده، ان النادي الاهلي يكون عرضه للبيع او النادي الاهلي يكون مش عايزه. فعايزك تخلي بالك يا صديقي الاهلاوي وما تبقاش اداه في ايد المغرضين وتهاجم لعيبتك. افهم وخلي بالك، هيحاولوا يوقعوا ما بينك ما بين امام عاشور، ويحاولوا يوقعوا ما بينك وما بين قفشه، ويحاولوا يوقعوا ما بينك وما بين كهربا. خلي بالك كهربا وامام عاشور عاملين حرقان جامد جدا جدا، ما تصدقش اي حاجه تتقال عليهم وكبر دماغك وشوفهم في الملعب بيعملوا ايه، وشوفهم بيأدوا ازاي، وشوفهم روحهم مع الفريق عامله ازاي. شوف كهربا وهو قاعد على دكه البدلاء ما بيعترضش ان هو قاعد على دكه البدلاء، وكل لما الاهلي يجيب جون هو اكتر واحد بيحتفل واكتر واحد بيروح لزمايله. شوف امام عاشور وعلاقته مع اللعيبه ومع الجماهير. خلي بالك الكلام ده مش هيخيل علينا، احنا الاهلاويه احنا ملوك الكباري. ولو عايز امام عاشور يا عم تعالى خده ب 12 مليون دولار، وانا هجيب مكانه 10 لعيبه من العيار الثقيل، واحتمال يا حبيبي بعد ما تطلعوا بره هرجعه تاني النادي الاهلي ويبقى ما استفدتش حاجه. احنا ملوك الكباري، احنا ملوك اللعبه دي. عايز اقول لك كمان ان في بعض العروض لمارسيل كولر، عرض من كوريا وعرض من بولندا، كلهم يعني منتخبات مصنفين مستوى ثالث او سي. ومارسيل كولر طبعا رفض كل العروض دي، لان النادي الاهلي بالنسبه له منجم بطولات، كل سنه بياخد بطوله واثنين وثلاثه واربعه. مارسيل كولر باقي في النادي الاهلي، امام عاشور باقي في النادي الاهلي، كهربا باقي في النادي الاهلي، قفشه باقي في النادي الاهلي، محمد عبد المنعم باقي في النادي الاهلي. اداره النادي الاهلي بتحاول انها تحتفظ بلاعيبتها عشان البطولات اللي جايه شديده، بطوله الكونتيننتال شهر 12، ابطال القارات، وبطوله كاس العالم للانديه 2025. عايز اقول لك خلي بالك وركز وما تصدقش اي حاجه. يقول لك امام عاشور بقى بيشجع الزمالك، امام عاشور زملكاوي، امام عاشور قال لشيكابالا انا عايز التيشيرت، امام عاشور كان بيحتفل بفوز نادي الزمالك. كل الكلام دوت في شنك مفيش منه ومش هيخيل علينا. احنا ملوك الكباري، احنا ملوك اللعبه دي. لو في كباري في مصر احنا اللي بنعملها. عايز اقول لك ان عادل القيعي وزير الكباري موجود عندنا،
عايز اقول لك ان الخطيب دماغه كبيره قوي. لو الخطيب ما بيتكلمش كتير فعايزك تفهم ان هو فاهم كويس قوي. رئيس مخابرات الاهلي محمود الخطيب، ووزير الدفاع عادل القيعي، خلي بالك مفيش اي حاجه تخيل عليهم. الناس دي فاهمه، الناس دي قديمه، الناس دي خبره كبيره جدا 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 جدا، عدى عليهم ايام وسنين، وفاهمين كل الحركات وكل الالعاب. عايز اقول لك كمان ان في صفقات من العيار الثقيل الايام اللي جايه دي، ما تصدقش برضو ان مفيش صفقات. خلي بالك في صفقات من العيار الثقيل جدا جدا. الان النادي الاهلي بيتكتم عليها في سريه تامه جدا جدا جدا. انا اعرف منهم لاعب او اتنين، بس انا مش هقدر اقول دلوقتي على اساميهم، عشان طبعا لو قلنا على اساميهم دلوقتي بيحصل مشاكل وبتبدا الانديه تغلي في اسعارهم. لكن عايز اقول لك ان في صفقتين محليين قويين جدا 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 جدا، هقول لك عليهم الايام اللي جايه دي، بس لما نتاكد باذن الله وامر الله ان الاهلي خلص تماما معاهم. عايز اقول لك ان انا كنت بقول على اسماء لعيبه من بدري قبل ما النادي الاهلي يخلص معاها، بس جالي بعض الاتصالات من مسؤولين في النادي الاهلي بيطلبوا مني ان انا يعني اخف شويه وان انا ما اقولش الكلام ده. فانا مش هقول الاخبار دي غير في وقتها، وبقول لهم يعني لو صدر مني يعني اي حاجه وقلت اي سر من الاسرار ده، يعني كان حب في النادي الاهلي وان انا ما كنتش قاصد اعمل كده. لكن انا هلتزم باللي انتوا قلتوا لي عليه، وباذن الله وامر الله زي ما انتوا وعدتوني ان انا هقول اول واحد، وان لما يحصل ويتم ان انتوا هتقولوا لي قول وهكون اول واحد وليا السبب. عايز اقول لك ان الحمد لله عندنا مصادر قويه جدا جدا داخل النادي الاهلي، وعندنا حبايبنا جوه النادي الاهلي. وعايز اقول لك كمان خليك معايا وتابع معايا القناه، لان انا عامل لك مفاجآت كبيره جدا جدا في كاس العالم للانديه، وجايب لك مراسلين من امريكا، من جوه امريكا. هيبقى عندنا حاجات حصريه من داخل الملعب ولقاءات حصريه خارج الملعب مع ناس مهمه جدا جدا في النادي الاهلي، ومع لعيبه من النادي الاهلي، ومع جماهير النادي الاهلي، وكمان مع ناس من امريكا بيحبوا النادي الاهلي وبيشجعوا النادي الاهلي. على قناه الاهلاويه هتشوف الجديد وهتشوف الغريب. خليك مع قناه الاهلاويه، ولو انت مش مشترك اشترك، ويا ريت وانت ماشي تعمل لي لايك على الماشي. بابا المجال يا عم، والسلام عليكم.